واجه حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي حملة انتقادات شديدة من قبل إسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دعمه لفلسطين وانتقاده لأعمال الشغب التي قام بها مشجعو مكابي تل أبيب في أمستردام. في منشوره على إنستغرام نشر زياش مقطع فيديو يظهر هروب جماهير الفريق الإسرائيلي في شوارع المدينة، معلقاً بأنهم يفرون عندما لا يجدون نساء وأطفالاً. وقد تفاعل معه البعض بتعليقات لاذعة، منها وصف مسيء لزواج الأقارب وانتقادات حادة لوقوفه بجانب الفلسطينيين. في سياق متصل، تصاعد التوتر بين مشجعي الفريق الإسرائيلي وسكان أمستردام من ذوي الأصول العربية بعد أن قام مشجعي مكابي تل أبيب بتمزيق العلم الفلسطيني من واجهة أحد المباني، وأطلقوا هتافات عنصرية ومسيئة ضد العرب والفلسطينيين، كما أثاروا الفوضى عقب المباراة التي خسروا فيها ضد أياكس، مما استدعى تدخل السلطات الهولندية. بسبب هذه الأحداث، أعلنت عمدة أمستردام فيمكي هاسيما حظر التظاهرات في المدينة ومنطقة أمستلفين، ووصفت الوضع الأمني بالخطير. تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة تشمل حظر التجمعات ومنح الشرطة صلاحيات للتفتيش الوقائي حفاظاً على الأمن والاستقرار في المدينة، خصوصاً بعد تصاعد أعمال الشغب والهتافات العنصرية. من أجل المزيد من الأخبار المرجو الاشتراك بالقناة.